انا زهقت من الكوره في مصر بعد اللي شفته من تصريحات من كابتن اسامه نبيه مع ابراهيم فايق. لا يا جماعه، المدربين عندنا في مصر بيتعينوا بالكوسه، ومع كامل احترامي مش معنى يا كابتن اسامه انك اشتغلت مع كوبر انك تمسك منتخب مصر لا 16 ولا 20 سنه حتى. انا مش هقول لكم بقى التصريحات تقدروا تشوفوها في كل حته، بس انا صعبان عليا اللعيبه اللي كانت بتلعب في ليفربول وارسنال دي وما استدعاهاش، وعمر خضر يا عيني اللي اتبلى عليه وقال ان هو ما كانش جاهز. طلع بعدها احمد المحمدي وقال عمر خضر ايه اللي مش جاهز، الراجل زي الفل. فانا عايز اعرف بقى هي دايره ازاي؟ لا بجد والله دايره ازاي؟ يعني لما لعيبه ليفربول وارسنال واستون فيلا بتستبعدهم وبتلاعب الفيرود باك رايت، فاللعيبه الكويسه دي بقى كلها تطلع تروح فين؟ يعني دي تبقى فرصتهم اصلا ان هم يسوقوا نفسهم لاوروبا. يا سيدي على الاقل اهلي وزمالك. امسكوا مدرب لا مؤاخذه بعيد عن الكوره اصلا ويخلي مستواهم بالمنظر ده؟ بجد حرام. بص لي يا باشا على المغرب واللي بتعمله المغرب. نفس الفئه العمريه للمغرب راحت دور الثمانيه في كاس العالم، والمنتخب الاول المغربي فيه بتاع 19 لعيب محترف، والقيمه السوقيه لمنتخب المغرب تقريبا الرابع او الخامس على العالم. فاحنا بعد 5 سنين نبص على لعيبه المغرب هنلاقي اللعيبه اللي عندها 20 سنه دلوقتي دي بقت مكسره الدنيا، ولعيبه منتخب مصر يا عيني بتبطل كوره. طب سيبنا بقى من منتخب مصر بتاع 20 سنه ده، خش لي بقى على الاعلام تلاقي كابتن ابراهيم فايق عامل زي مناظره بين اهلاوي وزملكاوي. انا عايز افهم هو الغرض من المناظره دي ايه؟ انك تثبت ان ده اجمد من ده؟ طلع قال لك في حد اسمه ملاك دونجا تقريبا وشادي حبشي، فالزملكاويه يقول لك ملاك دونجا ده حط على حبشي، والاهلاويه طبعا بيقولوا ده شادي حبشي حط ملاك دونجا ده في جيبه. طب احنا في الاخر هنوصل لايه؟ هو مفيش كوره اصلا عشان تتخانقوا عليها. يعني انا ممكن اتفهم ان ابراهيم فايق يستضيف اهلاوي يتكلم عن الاهلي عادي، او يستضيف زملكاوي يتكلم عن مشاكل الزمالك او الايجابيات او ايا كان، انما انك تحط اتنين كل واحد فيهم عايز يجمد على التاني، ما ده يا باشا بيعمل احتقان وبيعمل مشاكل بين الجمهورين، وترجع تقول لا للتعصب ورجعوا الجمهور للمدرجات، ومنظر المدرجات اصلا بقى حزين حتى في ماتشات الاهلي والزمالك. فاحنا عندنا مدربين بتتعين بالكوسه، لعيبه ناشئين بتتظلم ومواهب بتدفن، اعلام بيعمل احتقان وسط الجمهور، صفحات السوشيال ميديا النهارده ما بين الجمهورين بقت بتتعامل كجيوش. ده يقول لك عايزين نجيب راجل زملكاوي زي عفيفي يدافع عننا، وده يقول لك بس الفحل سيد عبد الحفيظ هو اللي يحط الناس في مكانها. لا يا جماعه انا بجد بقيت قرفان، لا بتفرج على كوره ولا بتفرج على اعلام. تفتح التلفزيون تلاقي كواليتي اذاعه الماتشات زي الزفت، تتفرج على اللعيبه تلاقي مستواها زفتين، تتفرج على الاستوديو التحليلي تلاقي مفيش كلام بيتقال عشان مفيش كوره اتلعبت، تتفرج على البرامج تلاقي تطبيل وده مع ده وده مع ده وده اهلاوي وده زملكاوي، واللي بيدفع ثمن الكلام ده كله احنا الجمهور. ما انا زمان كان اخري في العيال الناشئين احمد شكري وعفروتو وبوجي ومصطفى طلعت، دلوقتي قول لي كده اسم لعيب ناشئ او لعيب واعد انت بتتفرج عليه وعايز تتابعه، مفيش يا باشا. فانا طالع بكلم اتحاد الكوره والمسؤولين، بعد اذنكم عينوا مدربين تطور لعيبتنا الناشئين عشان ما يطلعش بعد 3 4 سنين نقول ايه الجيل المهبب ب 60 نيله ده، وايه الكوره اللي هباب بنلعبها دي. هاتوا لنا مدرب زي كيروش يعلم لعيبه الفريق الاول اساسيات الكوره، هاتوا مدربين عدله للناشئين واهتموا بالناشئين اللي هيكونوا مستقبل مصر. وكفايه لحد كده عشان اقرف. وبقول لك ايه، من غير لايك وفولو، سلام.